وده سهم مصر الجديدة للإسكان. السهم ده يعني فيما بعد كاستثمار طويل الأجل إن شاء الله هيكون من الأسهم القوية جدا، وهيكون من الأسهم اللي هي هتعمل صعود قوي، ومن الأسهم اللي هتلاقيها بعد كده عملت زي طلعت مصطفى زي بالم، هتروح لأضعاف سعرها. بس حاليا هو عنده هبوط. تمام. وحاليا هو بيخلص لسه في التصحيح بتاعه. يعني السهم ده لسه عنده هبوط تاني اهو. يعني عشان تشتري صح في السهم ده، يعني بص، سيبك من الفيبوناتشي. عشان تشتري صح في السهم ده هتستناه ينزل لحد 6.57. السهم ده يا جماعة نازل لحد 6.57. كل اللي بيعمله ده يعني ممكن يديك ممكن يديك ارتدادة. يعني هو بص، عشان ما حدش مثلا يبيعه على امل ان هو خلاص هينزل. انا معرفش، هو ممكن يديك الاول ارتدادة مثلا وبعد كده ينزل، ممكن لا، مع نزول المؤشر تلاقيه بدأ يرمي على طول وينزل على طول. فهو السهم ده يعني شوف هو على خلال اسابيع، يعني كل دي شمعات دي اسبوعي، ده اسبوعي. فممكن السهم يجي يكسر معاك وينزل. يعني لو كسر كده تعرف ان هو خلاص هيبدأ يطلع يعني فيما بعد. بس هو لسه قدامه يعني فترة، مش هيطلع على طول يعني هينزل الأول ويفضل يعرض كده شوية هنا في الأماكن دي، والناس تبيع له بقى والناس كلها توقف خسارة وبتاع. ففيما بعد كده هيصعد صعود كويس جدا. يعني السهم ده ممتاز على فكرة في الشراء، بس لما يخلص هبوط اهو. الهبوط طبعا ممكن يجيلك عند 6.27. يعني هو حاليا يعني هابط، لسه هابط اهو. فهو يعني اعتقد كمان هو خلص الارتدادة بتاعته. يعني هو دلوقتي وشه لتحت ونازل، يعني ممكن مفيش ارتدادة كمان. فهو حاليا ممكن هينزل. تمام. ده سهم اللي هو طب لو حد شارب بأرقام عالية، يعني يعمل متوسط، مش هنا، يعني سيبك خالص من هنا. يعني هنا ولا تعبر السهم خالص، لما تلاقيه مرمي بقى فين اهو في الحتت دي. يعني كمان 6.49 وتحتها كمان السهم فيما بعد هتلاقيه مرمي في الأماكن دي. ساعتها تعمل بقى متوسط، يعني بضعف حتى الكمية اللي معاك لو شارف أماكن عالية. تمام. أو عايز تعمل تريدة برضو، تبيعه تنزل تسيبه من تحت، تشتري من تحت، يعني عادي ممكن برضو. فالسهم لسه عنده هبوط تاني. وبعد كده سهم الكابلات الكهربائية المصرية. ده برضو على الأسبوعي السهم برضو لسه في هبوط تاني. السهم نازل اللي هو هيجيلك عند 2.40. السهم هيفضل كده صعود هبوط صعود هبوط لحد ما يترمي عند الأماكن دي كلها اهو. أماكن الشراء تبدأ من 2.40. يعني 2.40 تبدأ تحط أوامر بعد، مش يعني بعد كسر 2.40 هيجي كده يكسر 2.40، فتبدأ أماكن الشراء من هنا اهو. تشتري بقى تجمع، يعني من هنا من بعد كسر الدعم ده تبدأ تجمع فيه. تلاقيه مثلا نزل، تشتري، نزل لك عند 2.27، عند 2.30، تشتري. كل ما ينزل اشتري. فالسهم ده برضو لسه عنده هبوط تاني. ماشي. ممكن يديك ارتدادة برضو. يعني حكاية الارتدادة دي في احنا الأسهم عندنا ما بتعملش ارتدادات كويسة. يعني هبوط يبقى هبوط يبقى هبوط قوي وخلاص على كده. يعني كمان RSI هنا على الأسبوعي يعني هابط. تمام. فالسهم ده ممكن يبقى كويس لما تلاقيه يرمي بقى بعنف ويرمي بقى بقوة. يعني حتى على اليومي، شوف حتى كده على اليومي، يعني على اليومي هو بيعمل برضو بيعمل ارتدادات اهو. هو السهم بيعمل ارتدادات، يهبط ويعمل ارتدادة، يهبط ويعمل ارتدادة. طب السيناريو ده مثلا يعني إن خلاص ما فيش هبوط، هيختفي امتى؟ لما بقى يغلق اعلى تلاتة اهو. السهم ده لو عايز يصعد، هو معرفش يعني ايه، عشان محدش برضو يبيعه وبعد كده
يعني يروح مثلا يعمل ارتدادة كويسة، فتقول لي انت المكسب كده ضاع عليا. فانا ايه، بس انا اللي شايفه ان هو بيهبط، مش هيعمل يعني، ممكن ما يعملش ارتدادة. تمام، يعني برضو المحبوس فيه عايز يزود لسه. انك تزود دلوقتي لسه برضو هتستناه ينزل عند الاماكن دي اهو، تحت القاعدة. يعني دي المكان اللي انت عايز تزود فيه او تعمل فيه متوسط. اما هو شغال كده هبوط صعود هبوط صعود، ما تقربش ليه، سيبه مع نفسه خالص لحد ما ايه، ما ينزل للاماكن دي. تمام. ان شاء الله السهم ده حلو برضو، السهم ده يعني لسه عنده صعود تاني على فكرة يعني. يعني فيما بعد كده السهم ده ايه، هيكمل صعود. السهم ده من الاسهم الكويسة اللي لسه هتعمل صعود تاني كويس يعني اهو. بس هينزل الاماكن دي الاول، وبعد كده ممكن يجي لك هنا اهو كده ويكمل صعود. يعني السهم ده ممكن لسه فيه يعني الضعف لسه من سعره. سهم كويس، بس يخلص هبوط الاول، بعد كده تبقى فرصة للشراء. وده كان سهم الكابلات، وشكرا.